في عمر جابر خط الظهر، حازم امام، ايمن حفني، طارق حامد، معروف يوسف نص الملعب، والقوة الهجومية لباسم مرسي واحمد علي. ادي اول هدف للزمالك بعد اقل من دقيقة. باسم مرسي لسه بنقول فخلص يا جدع. باسم مرسي يحط هدف في اول، يعني ايه، ما قداميش الساعه حتى، ما نقلوش الساعه هنا اهو في اول دقيقه او دقيقتين من زمن الشوط الاول يتقدم الزمالك بهدف، يعني مباغت، مش مباغت، هو عموما اهو الزمالك قال لك بقى ما بدهاش من اولها كده اهوت، يعني نخلص لاحسن الناس تشعبط فينا. وشفنا الحدود اتشعبط في النادي الاهلي والدنيا كلها بتشعبط في بعض. وادي حازم ترجع الكوره من شريف مدحت حارس المرمى، والقناص باسم مرسي يحط هدف التقدم لنادي الزمالك عشان خاطر يريحوا نفسهم بدري يعني. ادي شريف مدحت ببطء ده، والفوز بتلك الاداء ممكن جدا وانت بتقابل مستقبلا فرقه تانية يعني تفوق عليك وتبقى انت عاجز عن انك تخترق. انما لو انت بتلعب لعبك المجموعه ديت زي ما انت شايف كده، هي دي الكوره كده اهوت، تبدا زي اهو، هي دي الكوره، ادي هدف اهو، ادي هدف، شو دي الكوره اللي المفروض الزمالك يلعبها. وادي احمد علي لسه بتكلم، هي دي الكوره اللي المفروض تتحرك وتروح وتيجي وبتاع والكلام من ده. واحمد علي يحط هدف جميل جدا في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول. مطلوب انك انت بتلعب على البطوله يبقى لازم ادائي. النهارده اعمل بروفا اللي عاملها على سانجا ده اللي هو في بطوله الكونفدراليه. وادي بص، ادي الكوره دي، الكوره عمر جابر وعلى طول، وادي ضربه الراس. الكوره دي هي دي الكوره اللي الزمالك يقدر يلعبها، اللي عنده مجموعه من اللعيبه يقدروا ينفذهم. ادي على طول، ادي ايمن حفني، وادي راس احمد علي، وادي الهدف الثاني. طالما عندك اللعيبه اللي تقدر تنفذ، طب ما نلعب. هنا بقى دور المدرب ودور اللعيبه ان هم يطلعوا امكانياتهم سواء مع فرقه صغيره او كبيره، ويبقى عندهم نوع من البروفه قبل ما يروح البطوله الافريقيه هو والنادي الاهلي. واسمه